السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. النهاردة زي ما أنتم شايفين هنعمل معاكم الفطير الشرقي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا عايزين تعرفوا الشيف إبراهيم عمل إزاي الفطير الشرقي بالشكل اللي أنتم شايفينه قدامكم ده. يلا بينا على الفيديو بتاعنا وتابعونا، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نقول لكم المقادير بتاعه الفطير الشرقي الاقتصاديه اللي انا عاملها لكم النهارده. يلا بينا. عندنا اول حاجه كيلو وربع دقيق، زي ما انتم شايفين دقيق متعدد الاستخدامات. يعني اما نروح نجيب دقيق بتاعنا نقول للراجل اللي احنا بنشتريه من عنده احنا عايزين دقيق متعدد الاستخدامات، يعني ينفع للفطير ينفع للحلويات يشتغل في كل حاجه. وعندنا هنا الطماطم والفلفل بتاعتنا، فلفل رومي اخضر مع طماطم متقطعه شرايح مع شويه فلفل حامي، بس مش الحامي اللي هو السبايسي العالي. وعندنا هنا لحمه مفرومه، عندنا السجق بتاعنا، عندنا الزيتون، عندنا جبنه مشكله رومي على شيدر، عندنا جبنه موزاريلا جايبينها برضو خليط من الجبنه الموزاريلا مع الجبنه الشيدر مع الجبنه الرومي. وعندنا هنا اللانشون الفراخ مع اللانشون اللحمه، برضو هنستخدمهم معانا في الحشو. وعندنا اخيرا وليس اخرا اللي هو الزيت مع الزبده، ده المكون الاساسي اللي هيخلي الفطير بتاعنا ينجح معاك. طبعا مقادير الدقيق مقادير الدقيق او ازاي بنعجن العجينه بتاعه الفطير بالذات. العجينه بتاعه الفطير ما بتاخدش غير ملح وميه وسكر، ازيد من كده ما بتاخدش. هنسمي الله ونحط معلقه ملح زي ما انتم شايفين قدامكم اهي، وبعد كده هنحط معلقتين سكر كبار. طبعا عشان المعلقه دي صغيره هنحط 4 معالق. ادي الاربع معالق بتوعنا سكر، وشويه من عندي برضو عشان ايه يظبطوا الدنيا. طبعا عندنا الميه بتاعتنا لكل كيلو دي بياخد كوبايتين ونص ميه بالظبط، عشان تبقى حضرتك او حضرتك عارف ان احنا بنديك المقادير بالظبط. طبعا بنقلب الدقيق مع الملح والسكر عشان يتجانسوا مع بعض الاول، وبعد كده بننزل بالميه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا بتكون متماسكه ما بتكونش سايبه كده زي ما انتم شايفين قدامكم. كده احنا قلبنا الملح مع السكر، نبدا ننزل بالميه بتاعتنا واحده واحده وبنعجن معاكم. المقادير اللي انا بقول لكم عليها دي مقادير بشتغل بيها، مش مقادير سوريه، عشان في ناس بتدوكوا المقادير غير المقادير اللي هم بيشتغلوا بيها. زي ما قلت لكم كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص ميه، بس احنا بنحط الكوبايتين ولو احتاجنا النص ميه بنبدا نحطهم. ولو زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي، بصوا العجينه عامله ازاي. دي لو انتوا عجنتوها في العجان تقعدوا 10 دقايق كاملين. شايفين العجينه عامله ازاي اهي. ولازم تكون متماسكه ما تكونش سايبه، يعني ما تكونش طريه، يعني زي عجينه البيتزا. وزي ما انتم شايفين كده الحمد لله عجلنا العجينه بتاعتنا، واصبحت العجينه كده جاهزه اللي احنا نسيبها تخمر. نتيجه النجاح بتاع العجينه بتاع الفطير دي لازم نسيبها تخمر. يعني احنا دلوقتي اول مرحله هنسيبها تخمر نص ساعه بالظبط على الوضع اللي هي فيه ده، ولما تخمر نرجع لكم تاني نقول احنا هنعمل ايه معاكم عشان نبقى ماشيين معاكم خطوه بخطوه. والخطوه دي يا جماعه دي تاني خطوه بعد العجين ما سيبناه ارتاح لمده نص ساعه. كده احنا قطعنا العجين لكور كبيره وكور صغيره عشان هنعمل عجينتين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده احنا خدناهم على الميزان. الخطوه دي مهمه جدا ان العجينه كلها تاخد زبده وتاخد زيت زي ما انتم شايفين زي كده، وهنسيبها ترتاح برضو لمده نص ساعه. وبعد كده نبدأ نفرد معاكم ونوريكم الحشو بتاعنا والفطير بتاعنا الجميل هنمسحها كلها كده كلهم زي ما هم كده اهو، ونسيبها ترتاح لمدة نص ساعة تاني.
زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا كده المرحله الثانيه دي المرحله الثالثه اللي هي فرد الفطير. زي ما انتم شايفين الفطير بتاعنا كله واخد زيت وزبده. واهم حاجه قبل ما نحط الزيت والزبده على العجين بتاعنا ونفرد على السطح، يعني دلوقتي ده السطح بتاعنا اللي احنا هنفرد عليه العجينه بتاعتنا، لازم الاول يكون متنضف بفوطه نظيفه، وبعد كده بنبدا ندهن السطح بتاعنا زيت عشان نبدا نفرد عليه. زي ما انتم شايفين احنا مقطعين العجينه، زي ما انتم شايفين كده هنفرد العجينه اللي هي الصغيره الاول، وبعد كده هنبدا نحشيها معاكم اهو زي ما انتم شايفين، ولا مردانه ولا حاجه. طبعا احنا مش هنعرف نهوي زي الراجل بتاع الفطير اللي هي صنعته، كل واحد ليه صنعه بياكل منها عيش. احنا بنجتهد ان احنا نرق العجينه بتاعتنا لاقصى درجه. زي ما انتم شايفين العجينه بتفرد معانا ازاي. دي العجينه اللي هي الصغيره اللي هيبقى فيها الحشو بتاعنا اهو. شايفين يا جماعه؟ انت بتفردي بايديك كده ان انت ترقيها او انت ترقها اهي. موضوع سهل وبسيط ولا عايز مردانه. طبعا بعد ما بنفرد الحروف بتاعتنا التخينه دي بنشيلها اتخرمت برضو مفيش مشكله خالص، يعني انت كده كده دي بتبقى من جوه وفي عجينه تانية بتبقى موجوده من بره. احنا بنعمل دي حمايه للعجينه الكبيره وعشان تورق معاكي وتطلع معاكي بشكل كويس. هندي بس ايه تعفيرة زبدة على زيت اهو، ونحط شوية جبنة. الحشو ده اختياري، يعني زي ما انت عايزة او زي ما انت عايز، يعني انا ما بجبركش ان انت تحط حاجة. اي حاجة موجودة عندك في البيت ممكن تحشيها، اهم حاجة الطعم في الاخر اهو. حطينا شوية جبنة، هنحط شوية زيتون جمال اهو، نحط الفلفل والطماطم بتوعنا. طماطم برضو اهي، مكترش طماطم برضو عشان ما تصرش منك في الفرن او ما تجيبش ميه معاك في الفرن اهو. حطينا كده الزيتون، حطينا الجبنه، حطينا اللحمه، حطينا الفلفل بتاعنا اهو جميل، سنه سبايسي. خلاص كده شويه لحمه، لانشون، فراخ احنا كده عملناها واحده ميكس حاجه بسم الله ما شاء الله، ويبقى اكله موجوده في البيت، يبقى انت عملتها بنفسك اهي. وهي دي الفطيره، ما بيعملوش ازيد من كده. ونحط رشه زيت وزبده برضو على الوش كده اهو. بس كده خلصنا. كده هنقفل بقى الايه العجينه الصغيره دي، ونرجع نفرد العجينه الكبيره اللي هيبقى بتاعتنا من بره كده. هنفرد خلاص، احنا عملنا دي، هناخدها نحطها على ايه. نجيب بقى العجينه الكبيره بتاعتنا، نفرد العجينه اللي هي من بره اهو. تاخدي من جوه، يعني انت بتبططي كده او بتعملي، تاخدي من جوه لبره عشان تفرد معاكي اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين العجينه بتمشي معاكي ازاي؟ ليه؟ لان خدت الوقت بتاعها تريح. يعني مثلا العجينه دي لازم تريح، مش هتخمر. ليه مش هتخمر؟ لان دي ما فيهاش خميره وبعدين لما تيجي تعجنيها في العجان، العجينه دي بتاخد خبيز 10 دقايق بالظبط، والوقت اللي انا بقول لك عليه ده المفروض تعمليه بالظبط. يعني احنا عجلنا سيبنا نص ساعه، وبعد نص ساعه حطينا الزيت وسيبناها نص ساعه تاني، وادينا بنعجن. وهنسيبها برضو تريح في الصواني بتاعتها شويه عشان ما تيجي تبططيها او تيجي تريحيها في الصينيه معاكي تريح بسم الله. من كيلو دقيق عملت 5 فطيرات لافراد الاسره كلهم اهو. انما انت لو رحت تجيب فطير من بره، اقل فطيره دلوقتي هتلاقيها ب 150 جنيه. انت التكلفه بتاعتك هنا مش هتكلفك ال 150 جنيه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هنجيب بقى العجينه اللي احنا حطينا فيها الحشو بتاعنا، نحطها هنا كده اهيت اهو، ونبدا نلم العجينه التانيه بتاعتنا. بسم الله. لمينا العجينه اهي،
الصينيه بتاعتنا طبعا هتكون مدهونه اهو، بس كده زي ما انتم شايفين كده الصينيه بتاعتنا دهناها. وهنمسح العجينه بتاعتنا من فوق شويه زيت مع شويه زبده، وهنسيبها تريح شويه عشان لما تيجي برضو تبطيها تفرد معاكي في قلب الصينيه. فين كده احنا فردنا اللي هي الصغيره بتاعتنا اللي احنا هنحشيها الاول الثانيه. خلاص كده هنحط الزبده بتاعتنا والزيت اهو، رشرشهم كده. خلي بالك الزيت والزبده اللي احنا بنحطهم دول هما اللي بيعملوا معاك التوريقه اهو. نحط الجبنه بتاعتنا الارضيه اهي كده، حطينا الجبنه وادي الزيتون بتاعنا اهو اهو. هي يعتبر كلها او كل الفطير اللي احنا عملناه يعني كله ميكس اهو. فلفل طماطم اهو كده، حطينا الفلفل، حطينا الطماطم، حطينا الزيتون، كل حاجه. شويه جبنه على الوش بيقولوا يانا كده اهو. رشه الزبده والزيت اهو. بسم الله. نشيل بقى الايه الحرف التخين ده، هو اللي بيعمل معانا. خلي بالك الحرف التخين ده بيعمل معانا مشكله في العجينه، مش بيعمل مشكله، بيخليها تخينه. احنا عايزينها تبقى مورقه عامله زي الايه زي الفطير. دول مش هنرميهم طبعا، دول احنا اللي احنا لميناهم كلهم هناخدهم نعمل بيهم واحده انا اكلها مفيش مشكله خالص اهو كده. شايفين كده العجينه كلها السمك بتاعها واحد اهو. بسم الله كده احنا طبقناها زي الظرف وهنركنها على جنب. بسم الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه حاجه بسم الله ما شاء الله اهو. هو ده الفطير بتاعنا وهو في الفرن. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم حسن عامل ازاي الكلام ده اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله من تحت كمان اهي اهو. زي ما انتم شايفين اللون عامل ازاي. حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. الشيف ابراهيم حسن واحد بس.